السلام عليكم، اهلا بكل متابعين قناه ايزي كيتشن. وصفتنا النهارده هتكون البوريك التركي، او ممكن نسميه في مصر اصابع الجلاش. هنعمله مع بعض بحشوه حلوه جدا، وكمان ممكن تعمليه بقطع الفراخ بدل من اللحمه المفرومه. ممكن كمان بميكس جبن وزيتون فقط. دي حاجه ترجع لك بقى حسب ذوقك واللي بتفضليه. ميزه الوصفه دي انها سهله وسريعه، وشكلها وطعمها بيبقوا حلوين جدا، وتنفع في العزومات بدل من صينيه الجلاش والرقاق اللي احنا بقى متعودين عليهم، اللي احنا عارفينهم في رمضان واطباقنا المشهوره. طبعا ده بيبقى اسهل واحلى كمان. كمان هنعمل بنص كيلو جلاش، صينيه حلوه جدا. هقولك ميكس كده للتشريبه اللي هشرب بيها بين الطبقات ان شاء الله، عشان يطلع معاكي هش ومورق ونتيجته حلوه جدا معاكي. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف عملنا البوريك التركي ده ازاي. بس قبل ما نبدا، يا ريت الاول مره يشوف قناتي يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس ويختار اول اختيار عشان يوصلك اشعار بكل وصفات القناه. يلا بينا على الوصفه ونبدا بسم الله، ونشوف مقاديرنا ايه النهارده عشان نعمل وصفتنا. بسم الله. انا هستخدم النهارده ان شاء الله في الحشوه لحمه مفرومه. معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه متعصجه، انا معصجاها بالبصل وبستخدم الماده الدهنيه بقى اللي بتفضليها، ومعاها كمان ضايفه فلفل الوان. وهحتاج كمان بيضتين عليهم رشه فلفل، ومعايا حوالي كده نص كوبايه من الجبنه المبشوره وزيتون قطع، ومعايا كمان تلت كوبايه زيت على ماده دهنيه اللي تحبيها، ومعايا كمان كوبايه لبن. انا هنا مستخدمه ماده دهنيه زيت على زبده، وكمان معايا ملح وفلفل. دي مقاديرنا النهارده. وكمان هحتاج نص كيلو جلاش زي ما انت شايفه كده. يا ريت يبقى كده طازه وطري عشان خاطر تعرفي تلفيه وما يتكسرش معاكي وانت بتلفيه. شايفين طري ازاي؟ خدي بالك بقى من النقطه دي وانت بتشتري جلاش، يكون صلاحيته قريبه عشان تعرفي تلفيه. نعمل بقى مع بعض دلوقتي التشريبه اللي هنشرب بيها بين الطبقات، اللي هي هتبقى تطلع لنا الوصفه بتاعتنا جميله ان شاء الله. معايا كوبايه لبن، ويستحسن يكون لبن دافي كده. هحط عليهم البيضتين وعليهم رشه الفلفل. ما تستغربوش من الكميه دي، الكميه دي مظبوطه جدا على مقاس الصينيه او على كميه الجلاش اللي انا هعمله. وهحط كمان شويه فلفل وشويه ملح، بس خدي بالك جدا جدا من الملح اللي هتضيفيه، لاننا هنستخدم زيتون وهنستخدم جبنه رومي، والاتنين كميه الملح فيهم كويسه يعني، فعشان ما يطلعش معاكي حادق. وكمان هضيف الماده الدهنيه بتاعتي زي ما قلت لكم، دي تلت كوبايه زيت على زبده. انت براحتك بقى اللي تستخدميه. هبتدي بقى ادهن دهنه كده كل ورقه لوحدها، وما تكتريش في التشريبه دي عشان خاطر الورق ما يطرش معاكي. انا هعمل 3 طبقات على بعض، يعني 3 ورقات. دي الورقه كامله، انا ما قطعتهاش خالص، يعني زي ما بتجيبيها كده بتفكي الباكت، وممكن تجيبيه كمان سايب بيبقى حلو جدا. الورقه كامله كده مش بقطعها. ببتدي بقى ايه، كل ورقه ادهنها لوحدها واحط فوقيها الورقه التانية والتالتة كمان. انا هعمل 3 طبقات، ممكن حضرتك تستخدمي 4 طبقات ماشي، مش مفيش مشكله خالص، بس انا شايفه 3 طبقات مناسب جدا. وكل ورقه هحطها هبتدي امسحها مسحه كده بالتشريبه اللي انا عاملاها، بس ما تزوديش عشان ما تطرش معاكي وما تعرفيش تلفيها، يعني زي ما انا عامله كده بالظبط. هبتدي بقى اضيف اللحمه المفرومه معاها الفلفل الالوان في شكل كده ايه، يعني خط كده عشان اعرف الفها. وكمان هبتدي اضيف الزيتون القطع، وهبتدي اضيف كمان الجبنه الرومي. ممكن تستخدمي بقى جبنه موتزاريلا، اي جبنه عندك ممكن تحطيها. وزي ما قلت لك ممكن كمان بدل اللحمه المفرومه ممكن ميكس جبن لوحده مع زيتون، او قطع دجاج عادي برضو تبقى حلوه جدا. هستخدم بقى كيس تلاجة كده انا فاتحاه، هلف بيه عشان يسهل عليا ان انا الف يعني. وانتي بتلفي تحاولي تضغطي عشان يطلع معاكي الصابع مظبوط. هعمل واحده كمان معاكم، ادي اول طبقه وادي تاني طبقه. كل مره هعمل 3 طبقات فوق بعض، ممكن تعملي 4، بس زي ما قلت وهاكد تاني ما تزوديش قوي الميكس اللي انا بسقي بيه ده، عشان خاطر الورقه ما تطرش معاكي كده وتلاقيها بقت طريه ومش هتعرفي تلفيها. على قد ما تقدري ظبطي ايديكي، يعني تبقى طريه وفي نفس الوقت مش بايشه خالص منك كده. شايفين زي ما انتم شايفين بالظبط كده. هبتدي بقى اجيب صينيه وادهنها بزبده او اي ماده دهنيه تحبيها، وابتدي ارص فيها الرول اللي انا عملته ده، بس الفتحه تكون لتحت عشان خاطر ما يفكش منك. دي ملاحظات بسيطه بس مهمه جدا. هعمل معاكم كمان واحده اهي، دهنه بسيطه كده بالفرشه. التشريبه دي حلوه جدا، بتخلي الرول كده طعمه جميل، وكمان مورق وحلو قوي قوي يعني، وخفيف كمان.
مسحه كده بسيطه، والرقاق معانا ما شاء الله، سوري، الجلاش معانا ما شاء الله طري وحلو، فبيتلف معانا بسرعه عشان هو طازه يعني. انا بفضل جدا الوصفه دي عشان كل عيل بقى بياخد الصباع في ايده كده، ما بيبهدلش الدنيا زي الرقاق بقى ما بنعمله، او زي الجلاش لما بنعمله مربعات، فبيقع بقى الحشو منه ويبهدل الدنيا وبيبقى اكله صعب يعني. فالطريقه دي حلوه قوي وانا بحبها بصراحه وبفضلها. كده خلاص، اخر واحده هعملها معاكم. تحاولي تضغطي كده وانت بتلفي تضغطي. شايفين انا بضغط كده بالكيس، بضغط عشان يبقى مقفول معاكم وشكله حلو يعني. كده خلاص انا خلصت كل الكميه اللي معايا زي ما انتم شايفين. عملت صينيه حلوه جدا. دي بتعمل الصينيه اكبر صينيه في المقاس، الصواني المستطيله. نص كيلو جلاش بيعمل المقدار ده، وكمان بتاخد نص كيلو لحمه كله، عشان يبقى كده الصبع معاكي مليان وحلو. يبقى النص كيلو جلاش بياخد نص كيلو لحمه. هبتدي بقى اقطعهم كده، لازم تقطعيها قبل ما تدخل الفرن، ولما بعد ما تخرج بقى ان شاء الله نبقى نعيد عليها تاني كده، ايه، نفك بس الفواصل وخلاص. هبتدي بقى اشربها بباقي التشريبه اللي فضلت معايا، اللي انا اصلا دهنت بيها ما بين الطبقات. محدش يستكتر يقول الكميه دي كتير، لا دي مظبوطه جدا. دلوقتي بقى هيشربها البوريك او الجلاش، وهتشوفوا شكله عامل ازاي. هحاول بقى ادخله كده في كل مكان، يتخلل كل الفواصل اللي انتوا شايفينها دي، عشان ان شاء الله تشوفوا النتيجه تطلع عامله ازاي دلوقتي. خلاص انا كده خلصت وشربته التشريبه دي. هبتدي بقى ادخله الفرن لمده ربع ساعه. تحطيه تحت كده على اول رف من تحت خالص عشان القاع بتاعه يستوي، وبعدين هترفعيه فوق تحت الشوايه 5 دقايق عشان ياخد اللون. وخلاص على كده. كده خلاص خرج من الفرن زي ما انتم شايفين اهو، خد لون حلو جدا. قعد ربع ساعه تحت زي ما انا قلت لكم، وكمان دقيقتين او 3 دقايق تحت الشوايه وخلاص. شكله حلو جدا ما شاء الله، نفش كده وخفيف وجميل قوي، وشرب كل التشريبه زي ما انتم شايفين اهو، مفيش ولا نقطه. شايفين شكله حلو ازاي؟ هبتدي بقى افك الفواصل، لو احنا كده كده مقطعينه اصلا من الاول، بس هبتدي بقى افك الفواصل دي تاني كده. مكان البيض طبعا لما استوى لزقه في بعضه، فيعني بلمسه بسيطه كده وخلاص هتلاقيه اتفك منك على طول. نبدا بقى بسم الله كده ونشوف النتيجه معانا عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. شايفين جميل قوي قوي. حتى الصينيه بصوا كمان نضيفه، مش لازق ولا اي حاجه، عشان احنا دهناه بقطعه زبده كده، فطالع حلو جدا جدا ما شاء الله. شايفين بصوا الصابع بصبعه اهو، حلو قوي قوي. هتعجبكم بجد، وصفه حلوه جدا ومشرفه لو انت عندك عزومه ولا حاجه، وهتنجز معاكي وسريعه وحلوه وسهله وكل حاجه يعني ما شاء الله، وطعمها حلو جدا. يا رب تكون وصفتي النهارده عجبتكم، ولما تطبقوها بقى ما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات. ودعوه حلوه منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسيبكم في رعايه الله. مع السلامه.